يوسف العسال كان من أفضل الفنانين اللي قدموا دور الخواجة بسبب ملامحه الأوروبية وسمته الشديدة، وبالرغم من إنه كان إنسان طيب ومحبوب من الكل، إلا إن قصة وفاته اللي حصلت من 10 سنين تقريبا لسه لغز لحد النهاردة. تعال أقول لكم كواليس اللحظات الأخيرة في حياته وليه القضية اتأيدت ضد مجهول. خليكم معانا لآخر الفيديو. في ليلة ما طلعلهاش نهار يوم 19 نوفمبر سنة 2014 بيدق جرس الباب في شقته في شارع بغداد في مصر الجديدة. بيروح فاتح الباب بيلاقي واحد عايز منه تمن فاتورة الكهرباء، فدخل الأوضة علشان يجيب له الفلوس، وبيلف علشان يطلع من الأوضة بيلاقي 4 أفراد معاه بيجبروه إن هو يسكت. ايه اللي حصل للفنان يوسف العسال اللي انهت العصابة حياته بعد ما اقتحمت شقته علشان تسرق؟ في الوقت نفسه زوجة يوسف كانت في الحمام وسمعت الدوشة اللي حاصلة بره، ولما طلعت علشان تفهم ايه اللي حصل لقت جوزها في الارض متكتف وقافلين بقه بالبلاستر علشان ما يتكلمش، فحاولت تنادي على اي حد من الجيران لكن على طول لقت حد من العصابة ضربها وكتفها وسرق مبلغ 200 جنيه وهربوا. بالرغم من مرور كل السنين دي على الحادث، لسه زوجة الفنان يوسف العسال فاكرة أشكال المجرمين وطبعا قالت أوصافهم للشرطة، لكن لحد النهاردة القضية اتأيدت ضد مجهول علشان الشرطة ما قدرتش تلاقي المتهمين. ناس كتير وقتها قالت إن اللي تسبب في موت يوسف العسال مش إصابته بشكل مباشر من المجرمين، لكن بسبب ضيق التنفس حصل له بعد رحيله من المجرمين. لكن اللي نفى الكلام ده كله هو التصريحات اللي قالها الدكتور هاشم عبد المجيد المتحدث باسم الطب الشرعي، لما حكى ان اللي قال الكلام ده مش مظبوط، لان الفنان يوسف العسال اتضرب بعصاية على الجزء الخلفي من راسه من واحد من المجرمين، وده اللي عمل له نزيف داخلي وقضى على حياته، خاصة وهو في السن الكبير كان عنده 67 سنة. الفنان يوسف العسال واحد من الشخصيات اللي بتعلم معاك في كل عمل فني وبيظهر فيه، خاصة انه اشتهر بأداء أدوار الشخصيات الأجنبية في الأعمال الفنية بسبب ملامحه الأجنبية جدا اللي لما تشوفها مش ممكن تصدق انه هو صاحب الملامح دي هو فنان مصري. يوسف العسال اتولد سنة 1947 وكان شغال قبل التمثيل في واحدة من الشركات الطيران، وبسبب ملامحه الأجنبية وكان متمكن من اللغة الإنجليزية وكمان الفرنسية، اختاروا المخرجين في السبعينيات علشان يقوم بدور الرجل الأجنبي وبيتكلم عربي مكسر. ومن أعماله في الدراما كان الملك فاروق، أبو ضحكة جنان، وتحت الأرض، وأخرى الأعمال اللي قدمها كان دور ألفريد ديليسيبس في مسلسل سرايا عابدين اللي اتعرض الجزء الأول منه سنة 2014 في نفس اللي حصل فيها الحادث بتاعه، والجزء التاني اتعرض في 2015 بعد وفاته. أما في السينما فكان آخر أعماله هو أسرار عائلية، وقدم خلال مسيرته أفلام كتير ناجحة زي جيم أوفر، دكان شحاتة، وحفل زفاف. شاركونا في التعليقات ايه أبرز الأعمال اللي بتحبوها للفنان يوسف العسال.